بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا صديق من أصدقاء القناة بيسأل بيقول لو عملت مشروع البلد المشعر في تسويق ليه، يعني بمعنى أصح في تاجر بيجي يشتري الإنتاج بتاعي، لو عملت 500 فرخ مشعر أو 1000 فرخ مشعر هيجي تاجر يشيل الكمية دياتي من الفراخ البلدي بتاعتي؟ أقول لك أيوة، في كل محافظة في ناس بتيجي تشيل الإنتاج اللي موجود فيها وبتاخده كإنتاج مزارع كامل على بعضه. ولكن أنا عايزة أوضح حاجة، إن أنت عندك البلدي مفيش إقبال عليه طويل طول مفيش مواسم. يعني إيه؟ يعني مش طول السنة في إقبال على البلدي زي الأبيض. فما ينفعش إن أنت عامل مشروع كأول مرة تعمل مشروع زي كده إنك تنزل 500 كتكوت أو 1000 كتكوت. لا، ابدأ بحاجة صغيرة، ابدأ ب50 كتكوت أو ابدأ ب100 كتكوت بالكتير. استشف بيهم السوق، وشوف السوق عندك في منطقتك شكله عامل ازاي. يعني مثلا احنا عندنا السوق هنا في تجار بتيجي بتاخد منك البلدي، بس مش لدرجة ان انا انزل ب 500 او 600 او 1000 حتى. انا ال 500 دي ممكن انزل بيها في الابيض. ليه؟ الابيض شغال طول السنة، اما البلدي لا، مش شغال طول السنة. اكتر اقبال على البلدي ايام، في مرتين وعندنا موسمين بيكون فيهم اقبال شديد جدا على البلدي، اللي هم مين؟ اللي هم عيد راس السنه عند النصارى، عند اخواتنا الاقباط، تمام. وكمان وكمان عندنا شهر رمضان عندنا احنا المسلمين. يبقى انا عندي موسمين بيجوا ورا بعض. عيد راس السنه في شهر 12 ان شاء الله، وعندنا رمضان باذن الله هيبقى امتى؟ هيبقى في شهر 3. يبقى هم دول الفتره دي، شهر 12 وشهر 3، هم دول اللي انا اقدر فيهم اعمل دوره كبيره، اعمل عدد وكميه زي كده. لكن طول ما فيش مواسم بلاش في البلدي الدورات الكبيره. احنا بنعمل الدورات الكبيره دي سواء كانت فراخ بلدي او كانت بط، بنعملها قبل رمضان وبنعملها قبل عيد راس السنه، ماشي؟ فده خليك فاهم من النقطتين دول. النقطة التانية برضو ان كل منطقة، بقول زي ما قلت لك، في تجار بتيجي تشتري وتيجي تشيل الكمية اللي عندك. بتعرفها ازاي؟ اولا بتشوف المكتب اللي انت اشتريت منه او المعمل اللي انت اشتريت منه الكتاكيت. لو عندك الكتاكيت انت مشتريها من المعمل، لان مستحيل طبعا انك انت تكون مرجد فراخ هتطلع 500 كتكوت او 1000 كتكوت. فانت بتشوف المعمل وبتتفق مع المعمل اللي انت بتتعامل معاه، تقول له عايز ناس تيجي تشيل الانتاج من عندي، خلاص. فانت هتتعامل مع معمل وتتعامل مع معمل موثوق، وكمان تخلي فيه ود بينك وبين صاحب المعمل. ازاي؟ يعني تشتري من عنده المعمل اللي انت هتتفق معاه على ان يجيب لك ناس، لازم تتفق معاه وتشيل من عنده علف، يعني تاخد من عنده الاعلاف بتاعتك، تاخد من عنده مثلا تنفعه، تبادل مصالح، نفع واستنفع، فاهمني؟ بعد كده ممكن في خطوة تانية، انك ممكن تلاقي ناس من عن طريق النت. في كل محافظة او كل منطقة في ناس عاملة جروبات لبيع الفراخ والبيع الطيور، فبيبقى في ناس بتنزل على الجروبات دياتي. انا شفتها اكتر من مرة، ناس بتنزل ارقام تليفونات يعني او ممكن تتواصل معاهم على الواتساب على رقم. الناس دي تقدر تجي لك اي مكان في منطقتك، تمام، تشيل الكمية اللي انت، اي كمية موجودة. وفي ناس بتشيل كميات محددة. برضو تابع البتاع ده، الجروبات اللي بتبقى على الفيسبوك اللي هي بيبقى فيها تسويق الفراخ البيضاء او تربية الفراخ البيضاء، او كل ما تعرفه او كل ما يخص تربية الفراخ البيضاء، او تربية الفراخ البلدي او تربية البط. ادخل على الجروبات بتاعت التربية هتلاقي فيها ناس، بس خليك في جروبات التربية اللي تبع منطقتك. يعني انا مثلا داخلة في الجروبات اللي هي تبع اسيوط، تمام. انت شوف المنطقة اللي انت ساكن فيها فين او اللي انت ساكنة فيها فين، تمام. تيجي تعمل سيرش على الجروبات دياتي، فهتلاقي في منطقتك في اكتر من جروب لتربية الفراخ. ادخل في الجروبات دياتي وهتلاقي ناس بتيجي تشيل، ولكن خليك حريص في التعامل معاهم. ليه؟ لان انا المهم عندي ان السعر اللي هيجي يشيل به اللي بيجي يعمل التنفيذ، احنا بنقول عليه البيع بسعر التنفيذ. سعر التنفيذ اللي هو سعر البورصة، او اللي هيجي لي تاجر ينفذ او هيجي يشتري من عندي. التاجر اللي هيجي ينفذ ده لازم يكون هيشتري مني بنفس سعر البورصة بتاع النهاردة. يعني سعر البورصة النهاردة مثلا لو 100 جنيه ما يجيليش عنه جنيه،
ليه؟ لان الجنيه اللي هيجل دواتي جنيه في الكيلو هيجمع معاك انت في كميه، الجنيه ده هيفرق معاك وهيبقى عليك بخساره. فانت لازم تتفق مع تاجر يجي يشتري معاك ويشيل منك بنفس سعر البورصه. تحاول ما تنزلوش فلوس، خلاص. هو هياخد منك بسعر البورصه وهيبيعه للتاجر التاني بره، هيبيعه للتاجر اللي هيبيعه للمستهلك، ماشي، هيبيعه له بنفس سعر البورصه. فلازم ياخد منك انت بنفس سعر البورصه، ما تحاولش تخليه ينزل لك في الاسعار. تاني حاجه ان المشال عليه، يعني النولون عليه، يعني هو عليه ان هو اللي يدفع اجره الانفار. اذا كانت فيه معاه ناس هتيجي تشيل الانتاج، يعني حد هيجي يمسك ويشيل وينزل، تمام، هو اللي يدفع ثمنه. العربيه اللي هتروح من عندك لعنده، لحد العربيه اللي هتاخد المنتج ده من عندك لحد ما توديها عنده، هو برضو اللي يدفع ثمنها، تمام. يعني انت ما تدفعش لا فلوس مواصلات ولا تدفع فلوس مشال، خلاص. المواصلات، المشال، الحاجات دي كلها ديتي على التاجر اللي هيجي ينفذ منك. فتاخد بالك من النقطه دي كويس، وتدور على احسن يعني تدور على حد سمعته نظيفه، تدور في منطقتك على حد سمعته نظيفه. ولو اني بفضل استنى راس السنه او استنى لحد شهر رمضان. هما دول الدورتين دول هما اللي بيبقوا حلوين بصراحه، وخاصه ان احنا دلوقتي راس السنه وشهر رمضان في مسافه بينهم، يعني احنا دي ميزه، يعني الحمد لله دي حاجه من الحياه الكويسه. فدور كويس في المنطقه بتاعتك على ناس تيجي تشيل الكميه دياتي. ولو اني بفضل برضو ان انت لو عايز تشتغل الكميه دي اشتغلها في الابيض. الابيض شغال طول السنه ما بيفصلش، ما في، وبيتعامل منه وصفات كتيره وعليه اقبال اكتر من البلدي، اكتر من الكميه دي. لو انت مش عايز ان انت تنزل ب50 او ب60 وحابب ان انت تخوض تجربه ال500 كتكوت، لا، ادخل ال 500 كتكوت في الابيض علشان تلاقي عليهم سوق بسرعه ويتسحبوا منك بسرعه. اديك شايف مطاعم، بسم الله ما شاء الله، المطاعم دلوقتي عامله شفط للفراخ البيضاء من السوق والبطاطس والحاجات اللي زي كده. فالفراخ البيضاء عليها اقبال. اما الفراخ البلدي زي ما قلت لك علشان خاطر ما تتعبش في تسويقه، فعندك الموسمين دول اللي هم العيد، اللي هم عيد اعياد الاقباط، عيد راس السنه، وعندنا كمان شهر رمضان. في نقطه تاني كنت هقول لك عليها، التربيه برضو. اعمل تسويق ليك عن طريق الاهل والقرايب والمعارف، يعني لازم تقول لاهلك ولجرايبك ولمعارفك، لان تحسبا، لان مثلا لو ما قدرتش تعطر في تاجر او ما لقيتش حد امين، تقدر تسوق المنتج بتاعك عن طريق الاهل والجرايب. الاهل والجرايب برضو والمعارف بيسوقوا كميات كبيره. انا اعرف ناس وانا منهم سوقت عن طريق جماعه من الاهل، والمنتجات بتاعتي خلصت بسهوله. فانت استعمل التسويق عن طريق الاهل والجرايب، تمام. فالاهل والجرايب بيساعدوك وبينشطوا معاك الشغل بتاعك لو انت عايز تعمل انتاج سريع وبسرعه يعني. بس بلاش وانت اول مره تشتغل بلاش تنزل ب500 وب1000، معلش نصيحه مني، علشان خاطر العلف غالي والطيور غاليه، تمام. فانت انزل بس على الاقل يعني ب50 ب100، ماشي. استشف بيهم السوق واستشف بيهم الاحوال حواليك في المنطقه شكلها عامله ازاي، خلاص. وعن طريقها تقدر تتعرف على تجار تيجي تشيل منك. وفي البلدي بيشيلوا اي كميه، يعني مش تحت شرط ان انت لازم تكون عامل 500 او 1000، هتلاقي ناس تشيل بكميات صغيره. ودي فرصه علشان هي زي ما قلت لك كده تستشف السوق. لكن لو عايز تعملها وهتجازف وتعملها، في تجار فعلا بتشيل الكميات دي كلها، وربنا ييسر لك. دور كويس في منطقتك وهتلاقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.